مرحبا، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من أكلي وأكلي. اليوم إحنا عم نستعد نعمل فطاير، والفطاير في عجين، والعجين لازم ينراق وفي تتبيلة طبعا من نحشي فيها الفطاير. كل واحد بحشي فطايره حسب كيف هو بحب، لكن أهم شيء بهاي الفطاير العجين. حكينا قبل مرة عن العجين، بس هاي المرة تذكرت إشي تاني. بقول لك عندنا عادات وتقاليد، انه لما بصير بتجوز الزلمه والمراه، العروس بيعملوا لها عجينه وبحطوا فيها هيك مصاري، عمل صغيره. قالوا بتيجي وبتلزق العجينه على باب بيتها، يعني وين بدها تسكن، على اساس انه هي تلزق في بيتها، تلزق في بيت جوزها. يعني غريب ليه بيعملوا عشان الزلمه، كمان هو لازم يلزق ببيت جوزه. والله واجت الكورونا ولزقت العروس والعريس في البيت. كان لازم يعملوا عجينة كورونا مش عجينة عرس. وهنا اللقاء.